السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الأخوات المشاهدين المشاهدات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بواحد التحلية فيديو لي جديد من قناة محمد وبراء. إن شاء الله غنشارك معكم واحد التحلية اللي هي سهلة وجد رائعة صراحة، سهلة لا في المقادير لا في سهلة بزاف، والمذاق جد رائع. نشارك معكم هذوما المقادير اللي عندي هنايا واحد الساشية ديال الفاني، وعندي نص لتر ديال الحليب. وإلا كانوا ضيوف كتار المهم تقدري تضاعفي الحجم ديالهم، تقدري تضوفي المقادير. وعندي 3 المعالق ديال السكر سنيده و3 المعالق كبار ديال النشا ديال المايزينا. والسكر كيبقى اختياري، الا بغيتي تزيدي الحلاوه تزيدي، لحقاش هادو جاو في المذاق يجيو المذاق هما هذوك، ما كاينش. انا ما عنديش مع الحلاوه بزاف الصراحه. المهم غادي نفرغ هنايا الحليب ديالي في الكاسرونه اللي تكون شويه ثقيله، وغادي نخدموا على نار مهيله. هادوما الاسرار باش ما يتحرقش لينا هاد الكريمه، لحقاش راه المايزينا دغيا ملي كتبدا تعقد كتبدا الا حرقت تتولي ديك الريحه في التحليه ديالك. المهم هذه النصيحه اللي عندي الاولى. وهنا غادي نفرغ عندي السكر سنيده، غادي نزيد عليهم مايزينا صافي، وغادي نبقى نحرك مزيان حتى كتندمج ديك العناصر عندي مزيان. راكم عارفين المايزينا دائما خصنا نخدموها في الحليب ولا في عصير الليمون ولا في اي حاجه، دائما خصنا نخدموها ولا في الماء ولا تنخدموها في البارد، ما يمكنش نخدموها في السخون حيت كتكور. هذه النصيحه الثانيه. والمهم البنات، هذا هو الشكل ديالي. غادي نبقى نحرك مزيان باش تعطيني ديك الكريمه، باش ما يبقاش دوك الكويرات ديال النشا. وغادي نحطها على نار شويه متوسطه حتى كنشوفها بدات تتقل، ونقص من الاحسن تكون على نار مهيله الا كان عندك الوقت كاينه، على نار مهيله. الا ما عندكش الوقت وكنتي زربانه تجهدي، ولكن يديك ما تحيديهاش من الطراب وانت كطربي شويه، كنتصبر شويه بعيد، حقاش عندي ما لقيتش فين نحط الارو. راكم عارفين مع رمضان كتكون الكوزينه تبارك الله عامره بالماعن. المهم بعد ما حركت وتقالت الكريمه ديالي هنايا، جبت 4 الكؤوس هانتوما كيف ما كتشوفوا، اللي عندها زليفات ولا اللي عندها دوك الكيسان ديال التحليات. راكم عارفين انا ما عنديش، المهم كيسان عاديين ديال العصير غادي نستعمل فيهم. نقضيو باللي كان، ماشي بالضروري الواحد يكلف على راسو، المهم ماشي مشكل صافي. وغادي ندير هنايا الكيسان غندير فيهم نص هاد الكريمه ديالي، غير ما تحرقش راه كتجي رائعه. ولكن قلت لكم يديكم ما تحيدوهاش من الطراب وانت كتحركي ماشي مغرفه ولا الطراب باش كتحركي القاع ديال الكاسرونه كامله صافي. من بعد ما فرغت غندخلهم للثلاجه يشدوا راسهم، ونجي ندير طبق. هذه الطبق الاول، ونجي ندير الطبقه الثانيه. عندي هنا نص لتر ديال الليمون اللي عصرته، ولا تقدري تطحني الليمون تعصريه كامل مع الماء وتصفيه. المهم ها نتوما عندي هنايا نص لتر ديال عصير الليمون برتقال، و3 المعالق سكر سنيده، و3 المعالق كبار ديال النشا الذره وصافي. وغادي نجيو هنايا ديال المايزينا، وغادي نجي نخوي عليهم هذاك نفرغ عليهم سميتو. ثاني دائما كنخدموا البارد، ثاني يكون عندي هذا عصير البرتقال بارد، ها نتوما كيف ما كتشوفوا صافي. غادي نبقى نحرك عاوتاني باش ما تكورش لي ديك المايزينا داك النشا مزيان. نحرك مزيان ونحطها على النار. ملي نقص ما نشوفها بدات تعقاد ننزل النار، ويدي دائما على الطراب كيما الطبق الاول ديال التحليه ديال الحليب عفوا. وغنجي دابا لهنا غادي نوجد هنايا لي فخوي. عندي ديسير، عندي نص تفاحه اللي حمراء ولا تكون عندكم صفراء، المهم تفاح كما بغيتو اختياري. كيبقى الديسير في الفروته كتبقى اختياري اللي موجود في البيت. انا صراحه كان خاصني شي حاجه اللي هي خضراء، ما عندي لا فوكا كانت عندي ولكن ما طاحتش على بالي تفات الفوت، وكنت طاح لي في بالي طاح لي الكيوي ما كانش عندي. حيت جالسه كنقول شحال هذا ما صورت، راه نوض ندير واحد شي حاجه اللي نشاركها مع المشاهدين. شحال هذا ما حطيت حتى شي فيديو الا غير الملل والعجز والعيا عفوا. صافي غنقطع، راكم كلكم كتعرفوا تقطعوا. انا غادي يجيني فيديو قصير، قلت من الاحسن ما نديوش على الصوت راكم عارفين. صافي البنات، قطعت البنان، قطعت التفاح. عندي هنايا الفريزه اللي عندها ليمون عندها خوخ، المهم الفروته كتبقى دائما اختياريه. قلت نشارك معكم حتى التقطاع يكونوا طريفات صغيورين بين ما طلع لي الكريمه ديالي. وراني سرعت الفيديو في التقطاع لحقاش كلشي تبارك الله تعرفوا بالنسبه للمبتدئين باش يعرفوا الحجم ديال التقطيع يكون طريفات صغيورين.
باش نزينوا بهم، نديروا بهم الطبق الثاني والثالث دائما فوق من الكريمه. نقدروا نكبوا هاد الفروته على هذيك الكريمه ديال الليمون ونخلطوا ونخويو من الفوق. المهم اختياريه كما درتي لها كتجي زوينه. انا غنشارككم معكم بجوج وغادي تشوفوا. هانتوما من بعد ما بدات كتعقد الكريمه ديالي انا غادي يدي دابا ما نحيدهاش من التحراك، لحقاش ملي كتبدا تقال غتبدا تحرق. الا عطات الريحه ديال الحراق كيف ما قلت لكم في الطبق الاول كيجي سميتو. من بعد ما الكيسان ديالي دخلتهم للثلاجه، الكريمه ديالي الاولى الطبق الاول بالبيض ديال الحليب صافي تقالت. غادي ندير ندير طبقه ديال الفروته. هانتوما كيف ما كتشوفوا قلت لك خاص غير الخضر هو اللي خاصو يجي داكشي هو هذاك. المذاق ما نعاودش لكم، جربوها وخليوا لي تعاليق زوينين. وما تنساوش من اللايك، راكم كتنساو البنات لايك، ضروري من اللايك. اللي تفرجت في الفيديو دير لايك هو الاول. وشكرا لكم فضلا وليس امرا، جزاكم الله خيرا. المهم غادي ندير هكا فروته وصافي، وغادي ندير من فوق منهم هذيك الطبق الثاني ديال الكريمات الليمون. صراحه كيجي رائع، غير جربوه ما تندموش عليه. على هذا الغلاء اللي ولا لا في الياغورات اللي ولاو كيتباعوا، ولا في الضانونات الكريمات، لا كلشي ولا الغلا. من الاحسن كلشي عندنا في البيوت، من الاحسن نشريو ونصايبو وكيتقام رخيص وكيتقام كميه كثيره، وفي نفس الوقت كتعرفي اشنو كليتي بدون مواد حافظه. ونتمنى ان شاء الله غادي تعجبكم التحليه وجربوها. وخليو لي تعاليق زوينين وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش دائما يوصلكم الجديد ان شاء الله. صافي وغادي ندخلها للثلاجه. كتوجد بالزربه. يعني كانت انا 7:30 العشيه، بقات ساعه للمغرب. قلت علاش حاجه ما نصورش، انا نشارك شي حاجه مع المشاهدين. وهنا وجدت التحليه اللي جد ساهله. هذا هو الشكل ديالها، كتجي رائعه. ها انتم كيف ما كتشوفوا. دابا انا صورت لكم هكا وغندخلو للثلاجه حتى يبرد. وراه عرفتي كيولي عاقد، كيجي بحال شكل مذاق رائع. بقات لي الكريمه وبقات لي لي فخوي ما نضيعهاش. ها انتم غادي نخوي هذيك الفروته لي فخوي، غادي نخويها على هذيك الكريمه د الليمون. وعندي هاد الزليفات اللي عندي غير جوج، عندي جوج بحال ديال الفلون. غادي نخلط مزيان هذيك الكريمه مع هذاك الفواكه، وغادي نفرغهم في هذوك الزليفات وندخلهم حتى هما للثلاجه. ومن بعد نوريكم ان شاء الله الشكل النهائي ديال التحليه ديالي. كيجيو رائعين، جاو كضيوف في رمضان، ومن هنا لقدام جاي الصيف. تحليه جد رائعه. جاي تبارك الله الديسير، جاي الخوخ، جاي المشماش، جاي البرقوق، جاي الالوان تبارك الله. تقدري ديريها باي حاجه. وهاد الكريمه البنات راه تقدروا تطحنوا الفريزات، تقدروا تطحنوا التفاح، تقدروا اللي بغيتو ديروا غير ديال الشكلاط اللي بغيتو. راه هاد الكريمه كتجي جد رائعه. السر كاين في التحركه البنات، لحقاش راه الا حرقات كيجي داك المذاق ديال الحراق تيعطي فسميتو. كنقولها وكنعاودها في الفيديو. صافي وهذا شاطوا ليا. غادي ندخلهم دابا حتى هما للثلاجه يشدوا راسهم دغيا. كتجمد غير كتدخل للثلاجه بالزربه كتعقد المايزينا. وهذا هو الشكل النهائي ديالي. غنشارك معكم الشكل النهائي ديال الكؤوس وديال هاد الزليفات. هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالي. جربوها ما تندموش. ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو غادي ينال الاعجاب ديالكم. تحليه جد رائعه. وباقي ان شاء الله غادي نشارك معكم شي حاجه اخرى. ودابا راه خصنا نوجدوا شي حلوه العيد. راه سيدنا رمضان ما بقى ليه والو ان شاء الله، وغيودعنا والله يجيب لنا ديال العام الجاي ان شاء الله بالصحه والسلامه. والاعوام دائما اللي في الطريق الله يجيبها بالصحه والسلامه، ولا فاقد ولا مفقود. ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال التحليه. ها انتم كيف ما كتشوفوا كتجي كريميه. انا كان جا ولدي طفاليه الارو، ما صدتش كيفاش من كنت كنصور غير بيديا. الصراحه التليفون ما عطاش التصوير، ما عطاش الحق لهاد التحليه في الكولور ديالها. راكم عارفين البرتقال كيعطي واحد اللون جد رائع بزاف. كان الليل وولدي طفاليه الارو بقى غير الضو ديال الكوزينه. المهم نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هاد التحليه وجربوها. وما تنساوش من اللايك ومن البارطاج مع الاهل والاحباب باش دائما يوصلكم جديد. وشكرا لكم ومع السلامه.